كلها تبدأ حياة جديدة، وبينزلها قدام المطعم، لكن يونج ما بتردش عليها وبتدخل المطعم وبتجيب جراكن فيها بنزين وبتروح لبيت تشوي، وبتدخل الشقة وبترمي الفلوس على الأرض وبترمي عليها البنزين وبتكون عايزة تولع فيها قدام كل بيته، لكن الأمن بيبلعها في آخر لحظة وبيطلبوا لها الشرطة، لكن يونج بتهرب في آخر لحظة قبل ما يوصلوا، وبترجع يونج للمطعم وبتلاقي التلات بنات اللي ضربتهم وهم ماسكين أخوها وبيضربوا فيه، ولما بتجري يونج عشان تنقذه بيكون معاهم واحد بلطجي وبيضربها وبيشدها من شعرها على الأرض وبيهددها إنها تقرب منهم تاني، وبتشتمه وبتعصب البلطجي وبيفضل يضرب فيها لحد ما بيغمى عليها، وبيروح أخوها الصغير وبيقف قدامه عشان يدافع عنها، وبيكون البلطجي هيضربه، لكن البنت بتقول كفاية لحد كده، وبعدها أخوها بيسندها وبيدخلها المطعم وبيدور على بطن عشان يعالج جروحها، لكن يونج بتنده عليه وبتحضنه وبتنهار من العياط ومش عارفة تعمل ايه، وتاني يوم بتاخد أخوها وبيروحوا المستشفى عشان يشوف أبوها، وبتمضي على استمارة بتوافق فيها